بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وجمعة مباركة عليكم ان شاء الله. النهاردة هنعمل حاجة ايه اقتصادية وجميلة وسهلة. دي أجنحة يا جماعة، أجنحة فراخ. هنعملها بتتبيلة من البيت، ولا هنجيب حاجة من برا؟ عشان موجة الغلاء اللي احنا فيه دي هنعمل كل حاجة اقتصادية. معايا طبعا كيلو أجنحة، طبعا ليمون ونعناع وكل حاجة، يعني خلصت الموضوع ده. والتتبيلة من البيت اهي، مفيهاش حاجة من بره، ولا جبت زبادي ولا جبت حاجة خالص. هما حباية طماطم وحباية بصل وفصين توم وقرن فلفل ومعلقة زيت، بس كل حاجة عندك في البيت. وليمون. والأجنحة مقطعة اتنين، يعني مقطعة الجناح حتتين. هنعمل ايه بقى؟ لازم كل حاجة دلوقتي يبقى اقتصادية. وده كاتشب، لو ما عندكيش ممكن معلقة صلصة عشان بس يعزز اللون معاك. وده فلفل اسود وبهارات فراخ وملح وبابريكا. بس وهي التتبيلة دي هنحطها على الأجنحة وهنسيبها طبعا ايه. وده زعتر، عشان انتوا عارفين الزعتر بيبقى جميل مع الفراخ في الشوي. بس وهنحط التتبيلة الجميلة اللي ريحتها جميلة دي في قلب بعضها كده، وهتسيبيها بقى ايه ساعتين. تقومي من النوم تعمليها وتسيبيها لحد ما تيجي تعملي الغداء، عشان طبعا كل ما يشرب الفراخ كل ما تشرب في التتبيلة بتبقى حلوة. وهنعمل ايه بقى؟ الحمد لله اللي احنا فيه. بس سبتها طبعا، يعني اقل حاجة ساعتين يا جماعة. بس واجيب الصاجة كده بتاع الفرن والشبكة دي، لو عندك. لو ما عندكيش الشبكة دي عادي هتحطيها برضو على في الصاجة بتاعك عادي جدا يعني. بس وهنعملها في الشيش بقى. عشان كده انا مقطعة الجناح اتنين حتتين، عشان احنا نشويها بقى في الفرن. وانا مولعة الفرن يسخن عبال ما اخلص اشيشها كده قدامكم. كانت جميلة جدا، اتشوت ما خدتش نص ساعة بالظبط وطلعت. وعملت طبعا انا جنبيها، عملنا جنبيها ايه ساعتها؟ اللهم صل على النبي. عملنا جنبيها بين مكرونة. تعملي مكرونة بقى، تعملي اللي انت عايزاه، اعمليه رز اصفر براحتك يا حبيبتي. اللي انت عايزاه اعمليه، وهو اكلة. واكلنا وكفت البيت، والحمد لله والشكر لله. وربنا يعدي الايام دي على خير يا رب. ولا رضينا نجيب زبادي ولا رضينا نجيب حاجة. كل حاجة دلوقتي عايزين على قد ما نقدر يا جماعة ان احنا ايه، ان احنا نعمل اي حاجة كده اقتصادية من البيت، لحد ما ربنا يعدي موجة الغلاء دي يا رب. ودعمونا بقى بلايك حلو وكومنت حلو كده. واللي مشتركش في القناة يشترك وتشاهدولي الفيديو. ربنا يبارك فيكم وكل اخواتي وكل حبايبي، كلكم كلكم على راسي من فوق، احسن ناس. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. متنسوش بقى ايه، صلوا على سيدنا محمد كتير النهاردة، عشان النهاردة يوم الجمعة ده ايه، الصلاة على الرسول تفرج الهموم وتفك الكروب. وكل حاجة حلوة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وتقروا سورة الكهف. وهخلص بقولكوا بس كده، خلصت معاك اهو. وهدخل الفرن. بص طلع بقى عامل ازاي. كان جميل جدا، جربوا شوي الأجنحة بالطريقة دي يا جماعة، كان جميل جدا. أحلى ناس وأحلى متابعين كلكم، تسلموني. بوريكم ان هو، شوفوا مستوي ازاي ما شاء الله. عارفين ان الفراخ ما بتستحملش يعني. طلع شكلها جميل.
سلام حبايبي.